الدنيا مشتعلة بالأهلي بعد خروج الأهلي من الترجي. طب المدرب ده هيفضل؟ طب هيمشي؟ طب يا خاطبة هتمشيه؟ طب يا خاطبة هتقعده؟ قولا واحدا واخر الكلام، المدرب ده قاعد وحاطط رجل على رجل وراح يصيف حتى في شرم الشيخ، بيقول لك عشان انت ما تعرفش تمشيه ولا تعرف تدفع جنيه. وهيكون المدرب التالت اللي تدفع له فلوس، مش هقول لك بقى سنة ولا شهرين ولا ثلاثة، مفيش الكلام من ده. المدرب ده لو مشى النهارده الاهلي يدفع له عقده كاملا 3 سنين. 3 سنين بمعنى كلمة 3 سنين. لو هو مثلا مضى سنتين ولا اربع خمس ست شهور، الفلوس دي كلها راحاله كاش دولارات. الاهلي بيعمل شوية عقودات مع المدربين عظمة العظمة. بيقول للمدربين الفلوس اللي انتوا ما بتاخدوهاش هناك انت هتيجي تاخدوها عندنا. بص، احلام العائلة هتحصل في الاهلي. يعني هنأمن مستقبلنا في الاهلي، لاعيبه بقى، مدربين، جهاز فني، اداره، اي حاجه بيجي يحققوا احلامهم في الاهلي. بياخدوا كميه فلوس انا مش عارف مين اللي ممكن يديها لهم تاني. اقسم بالله العظيم. يعني الاهلي بيدفع فلوس ما شفتهاش قبل كده. فالاهلي بيدفع فلوس. كولر خد ال3 سنين ولا عقده كامل. الراجل التاني اللي جه قعد بقى، ان اللي هو اسمه كان ريبيرو ولا مش عارف كان اسمه ايه، ريبيرو دوت. جه والاهلي طلع بيان وقال لك احنا خلصنا عقده. الراجل طلع لسه له كمان 500 الف دولار. هتحسب الرقم ده صغير؟ 500 الف دولار ده اللي هو 25 مليون جنيه. يعني انا ال 25 مليون دول لو ليا هحقق احلام واحلام عيلتي كلها. يعني انا معايا 25 مليون خدهم وهو ما بيدربش ولا هو اي حاجه. هو قاعد كده وجه وخد فلوس من الاهلي. تخيلوا بقى ان الارقام اللي الاهلي بيدفعها خياليه بمعنى كلمه خياليه. يعني لا بييجوا يامنوا مستقبلهم في الاهلي. فانت عندك كولر وريبيرو والراجل اللي اسمه ده. يعني عقد زي دوت يتعمل لمورينيو، يتعمل لكلوب، مش يتعمل لمدرب. انت يعني من ساعه ما جه ما عملش الا ماتش واحد، هو ماتش السوبر قدام الزمالك هنا. اقسم بالله. ولولا احمد عبد الرؤوف اللي غلط غلطات كارثيه في الماتش دوت، كارثيه بنص الملعب، بيلعب بسيف جعفر ما بيعرفش يلعب، كان الاهلي ممكن يطلع خسران. يعني كان ممكن يطلع خسران الاهلي كمان. مدرب طلع من الكاس، طلع من افريقيا، تالت الدوري، وعنده كتيبه اعدام، كتيبه مليارديرات قدام. ايوه ربنا. يعني انت متخيل معاه كتيبه زي ديت؟ معاه تريزيجيه وزيزو ومروان وبن شرقي وكاموتش وشريف ومروان عثمان والجزار وهادي ويوسف بالعمري، وما بيعرفش يعمل معاهم حاجه. انت متخيل ان المدرب دوت ما تستجرش تقرب له؟ انه يقعد لغايه اخر الموسم. جمهور الاهلي مولع بقى، مولع. مولع بكلمه مولع. عاوز بقى حسام البدري فرقه تغل، واحد يغل معاهم. ما كان ماشي معاك يا عم. الحمد لله انه مش. الحمد لله انه مش يا عم. اقسم بالله اي مدرب عربي مع الاهلي هيكون اخطر من اي مدرب اجنبي موجود. الا قليلين قليلين بقى اللي هيأثروا. يعني اي مدرب بيجي يمسك الاهلي فتره مؤقته هتلاقي الفرقه بتطلع فاير. فاير بمعنى كلمه فاير. الحمد لله انه مشاه. اللي هو كان اسمه اللي قبل ده، اللي لعب له، اللي كسب الزمالك في الدوري برضه، رغم ان احنا عملنا مباراه كبيره، وكان برضه بسبب المدرب بتاعنا اللخطه البنجيكي ده. نجيب لكم معتمد. معتمد يا معتمد. فالحمد لله ان الاهلي يعني لبس الراجل ده وهيفضل معاه لغايه اخر الموسم، والخطيب ما يسجرش يمشي ولا حد يسجر يمشيه. الحمد لله.